اهلا وسهلا فيك استاذ نهاد ترابي. يعني هل هيك غيبه دائما بنضلنا مأملين بعوده لها، ودائما بترجع بتفاجئنا بتكريمات بمهرجانات باطلالات. خبرنا اليوم عن هذا الايفنت. خلي لي اياكم اول شيء وبشكر تشريفكم. انا اليوم عندي مسؤوليه كبيره بعتبرها اني عم غني لعملاق من عمالقه الشرق العربي في الغناء والتلحين، الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وان شاء الله اني يكون عند حسن ظنكم دائما. بيحكوا عن هذا التأثر الواضح بشخصيتك بالموسيقى فريد الأطرش، يعني حتى بالأغاني الخاصة اللي قدمتها. في كتير ناس بيشوفوا فيها إنه نفحه من إيه فيها هيك نفحة، فيها هيك من هيدي الروحية. اذا ما تاثر الانسان بالكبار ما بيعمل نجم. وانا تشريفكم هذا غالي علي كثير، وانا مشتاق لكم اني اعبر لكم عن شعوري وترجم احاسيس الحبايب من خلال اغاني فريد الاطرش اللي ما خلى خاطر الا ما جبروا باغانيه. إذا بدنا نروح شوي هيك لذكرى معينة بتتذكرها وبتقول إنه يعني بهالنهار بهيدي الذكرى بتلمع براسك. الاستاذ فريد كان صديق للمرحوم الوالد، كان يشرف على بيته بصوفر وبسن الفيل، وكان يقول له نهاد لازم يدخل كونسرفاتوار، نهاد فنان موهوب بس بدي اياه يصقل هذه الموهبه بدراسه. لهالسبب وكان يحب الله يرحمه والدتي تعمل له الاكل اللي بيحبه، وكان يحب اشياء كثيره مثل الفوارغ والغمه، الله لا يغمكم. هيدي أكلة جبلية كان يحبها الأستاذ فريد، إضافة إلى أغنية كان يحبها إني سجلها، أنا فلاح وأبويا فلاح، اللي هي انطلقت فيها أنا. وكان عنده هو أمل كبير إنه هالغنية تاخد مثل انطلاقة لإلي بحياتي، وقال لي لو أنا حلحن لك لحن جديد ليك متهيأ لي إنه أنا فلاح مش حتكون إلا هي الانطلاقة بتاعتك. الله سبحانه وتعالى ما أراد اللقاء بيني وبينه، بس وفاء لذكرى ضليت مكمل له أغانيه لحتى آخر يوم من عمري، يمكن ضل غني له الأستاذ فريد الأطرش. على الصعيد الشخصي ما في عمل جديد، في أغنية جديدة عم تتحضر؟ في إلي سنين حياتي سي دي جديد مؤلف من بيتضمن 11 أغنية، منهم شيء قديم مثل عاشقين وأنا كلي ليكي، وفي غنية للراحل بليغ حمدي بعنوان غالي غالي مش نازلة أبدا، وإن شاء الله بتعجبكم. مؤخرا ملحم زين غنى بدنا نتجوز على العيد، حبيتها؟ سمعتها كتير حلوة وفنان حلو، ومعين شريف فنان حلو كمان غنى من الأغاني، وفارس كرم غنى من الأغاني. أنا بهنيهم وبتمنى لهم التوفيق. كل إنسان بيغني صح نحن بنشجعه ونقول له مبروك. حلو بهذا صدر الرحب بتقول لهم انه هو اغانيك وانت. الأغاني مش ملك حدا، ملك الجمهور، مين ما بيغنيهم بيتقبلوا، والغناء رأي، كل إنسان له رأي. اليوم شايفينك بيروت، رجعت على لبنان او بعد اقامتك بفرنسا وهلا زياره؟ رجعت على لبنان زيارة طويلة، لكن حولت أنا هلأ إقامتي بلبنان وزيارتي لفرنسا بدل ما تكون إقامتي بفرنسا وزيارتي للبنان.